النهاردة هنعمل مع بعض طواجن كيك طرية وهشة وبتدوب في البق وأحلى من اللي بنشتريها من المحلات، وهتجربوها إن شاء الله وهتدعولي. في البداية هيكون معانا نص كيلو دقيق سبونج كاكاو، وهنحط عليهم 6 بيضات وفانيليا ونص كوباية مية، كله بدرجة حرارة المطبخ. وبعدين هنبتدي نضرب بالمضرب زي ما احنا شايفين مع بعض. في البداية مش هنشغل المضرب، بعد كده هنبتدي نشتغل على أقل سرعة، وبعدين هنعلي السرعة شوية شوية، وهنضرب على أعلى سرعة لحد ما يفتح لون الخليط معانا. زي ما احنا شايفين مع بعض لونه بقى فاتح، ويكون بالقوام اللي احنا شايفينه مع بعض. بعد كده هنجيب طواجن وهندهنها بالزيت زي ما احنا شايفين مع بعض من كل الجوانب، وبعدين هنحط الخليط فيها. هنملى نص الطاجن بس زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده انا حطيت معلقة نوتيلا بيضة في كل طاجن، ودي اختياري. وكمان جبت بعد كده اطباق فويل، وهي بتدخل الفرن عادي، علشان اللي ما عندوش طواجن يستخدم اطباق فويل بتدي نفس النتيجة. ودهنتها بالزيت، وبعدين هنصب الخليط فيها بنفس الصورة، وبعد كده دخلتهم في الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط. هتاخد معانا من 9 ل 10 دقايق. وبعد ما طلعناها من الفرن نبدأ نخرمها بالخلة بنفس الشكل زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هنبدأ نصب عليها اللبن البارد لحد ما تتشربه كله بنفس الصورة. وهي بتشرب اللبن بسرعة. بعد كده هنبتدي نجهز طبقة الكريم شانتيه مع بعض، وهي عبارة عن نص كوباية كريم شانتيه. نحط عليها كوباية لبن بارد جدا، ونضرب لحد ما القوام يكون معانا بنفس الشكل. بعد كده هنبتدي نحط الكريم شانتيه على الكيكة بعد ما بردت تماما زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده هنبدأ نزين الوش بأي صوص انتوا حابينه بنفس الشكل. انا زينت اطباق الفويل بنفس الصورة، وقد ايه كانت خفيفة ولذيذة وجميلة جدا. وزينت برضو الطواجن بنفس الشكل زي ما احنا شايفين مع بعض. وما تنسوش اللايك والاشتراك، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات، واستنوني في الفيديو الجاي، ومع السلامة.